وسواريز نعم. وميسي ان ما توصلهمش الكره، لما ثلاثات باش يلبسوا الكره وعندهم كان يمشي يعملوا الفارق. طبعا الفريقان على ارضيه الميدان في الكامب نو. ونيمار وسواريز في هذه المباراه. طلقت المباراه حكم مباراه اليوم إغناسيو بيانوفا حكم هذه المباراه في حين تشكيله نادي فالنسيا. فالنسيا خسر اخر مباراه امام سبورتنج ليخون في ملعب المستايا عشان تكون الهزيمه السابعه لفريق نادي فالنسيا في اطار الدوري هذا الموسم. في حراسه المرمى رايان، في الدفاع باراجان وسانتوس ومصطفاي واللاعب سيكيرا اللاعب القادم من اتلتيكو مدريد اللاعب البرازيلي. في وسط الملعب كانسيلو وباريخو وجايا واللاعب دانييلو باربوزا. ثم في الامام بقى كل من وكان عدل سانتيمينا في الدقيقه 86. تلعب على طول هنا من جانب فريق نادي البارسا، عايز يحسم الامور، عايز يخلص المباراه في لقاء الذهاب امامنا هنا في النصف النهائي. ادي انطلاقه والضغط هنا من جانب اللاعب باراجان، ولكن حكم اللقاء الملعب. شوف امامنا هنا ادي انطلاقه وسقوط اللاعب امامنا هو اللاعب نيمار في اللقطه الماضيه. كما نعلم نيمار اتلتيك بلباو واتلتيكو مدريد، الفوز اللي كان مهم قوي امام اتلتيكو مدريد واللي وضع البارسا في صداره الدوري بقى منفردا، وعنده لقاء مؤجل امام خيخون ان شاء الله يوم 17 فبراير. لمسه حلوه قوي بالكعب، انطلاقه البا النهارده خارج القائمه تماما. كلاوديو برافو ما بيلعبش لقاءات الكاس ولا بيلعب دوري الابطال، بيلعب تعادلات واربع اهداف. ادي امامنا دانييلو اللاعب الوحيد في المباراه اللي شهدت ايضا طرد اللاعب دولين. هذه كره مقطوعه، انطلاقه محاوله من جانب اللاعب نيمار واستلام على طول سواريز، ممكن هدف اول جول. سواريز سجل في مره من باو، سجل 5 اهداف في كاس العالم للانديه. هات دانييلو باربوزا اللي كان مع البرازيل في كاس العالم الاخيره للشباب لما خسر في النهائي في نيوزيلاند امام منتخب صربيا بنتيجه 1-2. عدى نيمار ومره الكوره، ودي امامنا هدف جديد قادم عن طريق ميسي، عن طريق ميسي، ولكن ضاعت الفرصه. تنتقد كثيرا نونو سانتوس قبل ان يرحل، ولكن طبعا جاري نيفل خبراته قليله واختيار جاري نيفل لان كان شقيقه فيل نيفل اللي معاه في الجهاز كان ضمن المساعدين والمعاونين مع نونو سانتوس. عملنا هنا استلام وسط الملعب، انيستا اولا على انيستا رسام اهو في وسط الملعب يلعب كوره ويغير اللعب. حلوه الكوره، هذه التحركات لاعب البارسا. وادي المسانده فيدال اللي دخل سريعا، الحقيقه اللاعب اليكس فيدال دخل سريعا في رتم الاداء وايقاع لعب فريق نادي البارسا. 1-0 للبارسا عن طريق لويس سواريز بعد 7 دقائق. ماتيو يلعب قلب دفاع بجوار اللاعب بيكي، تحرك وهروب من جانب اللاعب اللي بيمرر امامنا سيرجيو بوسكيتس. تصل الكرة الى النجم انيستا مرة تانية، تحرك اردا توران، مكسب كبير قوي اردا توران، مشواره الكبير الحقيقة مع فريق نادي جالاتا سراي وبعدها مع اتلتيكو مدريد بقى في خلال مشوار كان ناجح جدا مع اتلتيكو مدريد. وادي امامنا هنا هدف جديد والبارسا حديد، هدف جديد والبارسا حديد. الكرة من نيمار الى سواريز الموسم الجديد خلفا لبيليجريني. امامنا هنا لمسه تحرك من جانب اللاعب نيمار، استعراض للمهاره، عدى من باراجان، تحرك رائع من سواريز، فتح المجال والمحاوله ولكن الكره تقطع مره ثانيه. الكره ترجع الى سيرجيو بوسكيتس. ادي امامنا هنا ميسي. سواريز سجل هدفين في لقاء اليوم، وميسي امامنا هنا يتابع بقى مشواره وعطائه واعجازاته الكبيره، يظهر بشكل مميز. اول مباراه امام اسبانيول كانت في الكاس كلاعب بديل، ولعب مرتين في الكاس ايضا امام اسبانيول ايضا وامام فريق بلباو، واساسيا في الدوري في لقاءات غرناطه ولقاء اتلتيك بلباو ولقاء ملقا الاخير. 16 دقيقه دخلنا على الدقيقه 17. 2-0 فيدال، 2-0 لصالح البارسا اللي عنده مباراه قويه في دوري الابطال مع نادي الارسنال، يتراجع على فكره للمركز الرابع في ترتيب الدوري الانجليزي بعدما يعني بيبدا يفقد النقاط تباعا في الدوري الانجليزي. نادي الارسنال هيلعب مع الارسنال 23 فبراير في ملعب الامارات، وفي هذا الملعب يوم 16 مارس، في حين فالنسيا اللي انتقل من دوري الابطال الى نجم الجزائري سفيان فيجولي والاصابه امام اشبيليا يوم 29 نوفمبر، والعوده كبديل امام لاس بالماس، ثم كان اساسي في المباراه الماضيه اللي خسروها امام فريق نادي سبورتنج ليخون بهدف انطونيو سانابريا في المباراه الماضيه.
تعديلات في تشكيله كل الفريقين النهارده. يعني برافو غايب، قلبش غايب، اللاعب ماسكرانو غائب ايضا عن التشكيله. راكيتيتش على فكره بدكه البدلاء وبيدخل مكانه اردا. كره على طول ملعوبه، قلبه في الجنب الشمال، قلبه الى نيمار. شوف نيمار بقى، يعني حديث اللي قاله لويس انريكي غير متاثر تماما. ادي نيمار، استلام من جانب نيمار، صنع الهدف الاول باقتدار واكثر لاعب بيتحرك ومعاه رقابه على طول من جانب اللاعب مصطفي. قلبه مقطوعه الكوره، انيستا الضغط العالي الرائع الى ميسي، لكن هنا الحصار من سانتوس. جابوها مره ثانيه، سنتي في سنتي خلى سانتوس يدور عليها. ادي امامنا بقى الضغط العالي. شوف بقى البارسا ازاي بيضغط على نادي فالنسيا، وهو اللي يعني فرض رتم واسلوب ادائه. الفرق اللي حاولت تخلق مشاكل كانت للبارسا، الفرق اللي كانت بتضغط على لاعبي البارسا وكانت بتلعب على الهجمات المرتده. لكن حتى الان فريق فالنسيا ملوش انياب هجوميه، لان الكاسير ليس طبعا في التشكيله ومصاب، ونجريدو على دكه البدلاء. كره تصل مره ثانيه الى اردا توران ومواصله الهجوم، الضغط الهجوم الكاسح امامنا هنا. وادي الصراع ومنير الحدادي بقى قائمه البدلاء، بدلاء نادي فالنسيا. الخاومي فاز ونجريدو وسفيان في جول اللي بدأ يجري الإحماء، وسانتي مينا واللاعب تشيرشيف اللاعب الروسي اللاعب السابق في نادي ريال مدريد، واللي تسبب بقى في أزمة ريال مدريد في الكاس لما أشرك بخطأ لأنه كان وقع عليه إيقاف عندما كان يلعب على سبيل الإعارة النادي فياريال، ولم يتدارك إداري فريق ريال مدريد ذلك الأمر، فكان استبعاد فريق ريال مدريد رغم ان كانت المباراه الوحيده على فكره اللي لعبها كاساسي. هذه استلام من جانب ميسي يحاول يمرر كوره، نصل الكوره بيدال اللي عنده ثقه كبيره قوي حتى الان بيدال، لكن المره دي مقطوعه. الضغط العالي الرائع، شوف الضغط فين، يبتدي يضغط على المدافعين ويجيبوها مره ثانيه. سيناريو متكرر، فالنسيا مع جاري نيفل في حاله من التوهان. تفوق بهدفين مقابل لا شيء. سواريز بعد 7 دقائق وسواريز بعد 12 دقيقة، والاستحواذ 71 مقابل 29. تفوق واضح جدا في المباراة، و26 مباراة في كل المسابقات دون هزيمة. ولويس انريكي عجبني قوي في التصريح، قال لك المهم البطولات، فوز دائم يضمن برضه البطولات. يعني اذا كان هو بيقول يعني الفوز بالالقاب اهم من الالقاب القياسيه، لكن البارسا سواء في افضل حالاته سواء في اقل حالاته يعرف كيف يفوز، يعرف كيف يتفوق في الدوري. يعني كان تعادل 3 لقاءات وخسر لقاءين، ودي هجمه جديده وفرصه جديده، ولكن المره دي تفوق على البارسا في المباراه النهائيه. هنا امامنا استلام، البارسا تفوق على فريق اتلتيك بلباو في نهائي الموسم الماضي بنتيجه 3-1 في المباراه النهائيه على اتلتيك بلباو. امامنا هنا بنتابع، كان سجل كل من ميسي ونيمار في تلك المباراه، ميسي هدفين ونيمار هدف، وكان سجل اللاعب ويليامز الهدف الوحيد لفريق اتلتيك بلباو. ألبا سيرجيو بوسكيتس احد ابرز نجوم اللقاء النهارده. اردا توران، شوف الجمهور راضي تماما عن الاداء المتميز. لويس انريكي اثنى على جاري نيفل اللي غير كتير في الاداء ونجح في نقل الكره الى يعني مناطق الخطوره، وقال ان عنده لاعبين مميزين بالمهارات والتحركات، ولكن سنتعامل معهم، والتعامل تم على اكمل وجه. في الجانب الاخر لويس طبعا انريكي اللي قاله قلناه، لكن جاري نيفل قال يعني تحدث عن اللاعبين مستعدين لمثل هذه المباريات، لكن البارسا في افضل حالاته ونيمار. تاريخك يا جاري نيفل 8 بطولات دوري كلاعب، و3 بطولات كاس، ومرتين حقق بطولة دوري الابطال وكاس الرابطة الانجليزية والدرع الخيرية 3 مرات، وانتر كونتيننتال وكاس عالم. تاريخ لجاري نيفل، ولكن امام بقى لاعبي البارسا في حيره كبيره. يعني لاعبي نادي برشلونه الام اس ان ما لهمش حل، لان فعلا ما يقدم من ميسي سواريز نيمار، وحتى جاب ميسي تألق سواريز ونيمار، غاب يعني الاسماء الكبيره، جاب نيمار تلاقي سواريز مع ميسي، سواريز لوحده بيسد ويكمل ويلعب ويتألق. البارسا الحقيقه بمن حضر في هذه المباريات، وهو ده الفريق البطل اللي يقدر يفك ازماته ويضع نفسه دائما في وضع الرياده والمقدمه. ودي هدف جديد موجود
ادي امامنا سواريز هدفين في الجزائري، احد اللاعبين الحقيقه المميزين. كان انضم من جرونابل واعير في 2010 2011 كان اعير الى الميريا. نجم من النجوم اللي بيحاول يعالج ويصحح بالامور ويعيد على الاقل يعني الاداء الهجومي، لان يعني فيدال بيهاجم، ألبا بيهاجم، بيكي بيهاجم، ماتيو بيهاجم، واللي ساعدهم على كده اعتقد يعني طريقه لعب جاري نيفل الغير ناجحه تماما. عامل تكتل، عامل اغلاق للمساحات، لكن مش عامل حساب للمهارات اللي ملهاش حل والضغط العالي. يفقدوها بيجيبوها في ثانيه، بيجيبوها مره ثانيه. نيمار لا تقول لي قضيه بقى ولا امور، كل حاجه ما تفرقش مع نيمار جونيور. دماغه كل ما هو في راسه كره القدم. الضغط الناجح من ارض، كله بيضغط، ارض توران يضغط، سيرجيو طبعا، بوسكيتس هو كلمه السر، وادي الكره اللي في العمق، لكن سانتوس المره دي قاطع على طول. سانتوس غياب النجم ايمن عبد النور لاسباب فنيه النهارده، نجم طبعا المنتخب التونسي. ادي امامنا هنا بنتابع ل 1903، يعني اول انطلاق 1903 اول بطوله كانت لكاس ملك اسبانيا، اعرق مسابقه دوري كان 28 29 في اسبانيا. امامنا هنا تحرك ومحاوله جديده من جانب ميسي لمسه في الجنب اليمين، اردا توران. خلاص الاداء هذا، لان يعني النتيجه اصبحت 3-0، نتيجه مريحه، نتيجه تعطي للبارسا اولويه في السعي والوصول للنهائي للمره رقم 38. جيلوم النهارده سجل هدف في الدقيقه 7 وهدف في الدقيقه 12، وسجل ميسي في الدقيقه 29. تفوق من جانب لاعبي البارسا، سيطره واستحواذ كامل في ظل هذه اللحظات من المباراه. في مباراه الذهاب نصف النهائي الاخر ان شاء الله غدا يجمع ما بين اشبيليا امام فريق نادي سيلتا فيجو. كرة على طول مرة تانية، التحركات البينية، هل هدف رابع ولمسة المرة دي من جانب سواريز، اتدلع فيها شوية سواريز، وكان ميسي في انتظار. هذه الفرصة اللي ضاعت من جانب فريق نادي البارسا ما بيضيعش، يمكن أول فرصة تضيع. الكرات اللي راحوا بيها على المرمى سجلوا من خلالها، ويتعاملوا بهدوء بثقة أمام فريق مستسلم. وجاري نيفل يتحمل التشكيلة ويتحمل هذا الاداء، لان الفكر اللي بيتلعب بيه. وهذه الكره امامنا، الكره الثانيه دايما من نصيب لاعبي نادي برشلونه، الكره الثانيه دايما للاعبي برشلونه. سفيان فيجولي، الريال كل من بنزيما وجاريث بيل. لمسه حلوه قوي هنا، تشوف التحرك، سواريز، السرعه، المهاره، ميسي في الانتظار، وادي الكوره يا على الاجمل. شتيجن كان ضيف شرف في مباراه اليوم، شفناش يعني محاوله خطيره تذكر في اللقاء. انذار كان لانيستا، انذار لبيكي، والفرص تتوالى. الاستلام يا ولد على الاستلام، ولكن هنا تدخل من مصطفي وركله. في دوري الابطال نيمار، ولكن بقى المره دي القائم يرد والفرصه تستمر، ومحاوله ميسي في العارضه وسط الملعب. تحرك من جانب ميسي، تحركات ميسي الحقيقه بيرجع في وسط الملعب. سيرجيو روبرتو من اللاعبين الحقيقه اللي لفت الانظار بقوه. سيرجيو روبرتو لفت الانظار بقوه بادائه بمستواه، وسجل اوروبيا على فكره في مرمى باير ليفركوزن في دوري الابطال. اردا توران يبحث عن اول اهداف، ولكن كره من اردا توران، ولكن على طول الله يوم الاربعاء القادم الموافق 10 فبراير كره ترجع مره ثانيه. بيكي حتى الان لقاءات اللي خاضها المدرب جاري نيفل، يعني الفوز الاربع لقاءات كانت في مباراه الكاس مع غرناطه مرتين، مع لاس بالماس، مع ماراكالدو في بدايه المشوار. تعادل في 6 لقاءات، تعادل مع ختافي وفيا ريال ورايو ولاس بالماس. اللقاءات دي يعني تعادل خلالها على ملعبه، وكان ايضا تعادل مع فريق نادي ايبار، وايضا مع فريق الديبور. فوز امام ليون اوروبيا، امام فيا ريال، وامام ريال سوسيداد، وامامنا هنا بالتالي 29 دقيقه 7 والدقيقه 12 والدقيقه 29. والكره في العارضه لميسي في الدقيقه 45، وكره ايضا طبعا ركله جزاء اضاعها نيمار، وشاهدت قبلها طرد اللاعب مصطفي بعد حصوله على طرد لعرقله ميسي بقى، وركله الجزاء اللي كانت في الدقيقه الاولى من وقت بدل الضائع. ادي التحرك من جانب اللاعب بوسكيتس يعمل عرضيه لميسي، فرص وبوسكيتس يضيع. حاول الروس سيرشاييف، على فكره سيرشاييف يعني كان
مع والده ديمتري. بدأ في ناشئين سبورتنج كيخون ولعب ايضا في ناشئين ريال مدريد. كان اعير الى اشبيليا في 2013 ولعب 4 لقاءات. كان ايضا اعير لفيا ريال في الموسم الماضي ولعب 26 مباراة وكان سجل 4 اهداف. هذا الموسم شارك مع الريال مرتين بديل في الدوري امام غرناطة امام سيلتا، ولعب اوروبيا ايضا بديل 3 مرات امام البي ال جي امام مالمو في اللقاءين، ولعب في مباراة قادش اللي كان سجل فيها طبعا وكان استبدل بعدما يعني وصل الخبر واستبعد ريال مدريد. ادي قلنا بنتابع ميسي في محاولة جديدة في هدف ضائع جديد. البديل امامنا اللي دخل في هذه اللحظات دينيس. ادي دينيس يدخل بديلا. شيريتشيف امامنا. دينيس شيريتشيف اللي دخل بديل. اسماء الروسي على فكرة بالمناسبة في اوروبا 2004 مباراة افتتاح ما بين اسبانيا وروسيا. ادي امامنا بنتابع فرصة ميسي والهدف الجديد اللي كان حاول قدر المستطاع في مباراة سبورت في الخوضة الماضية اللي خسروها في ملعب المستايا. نيمار في محاولة جديدة لكن الضغط يستمر. أردا توران 4 لا شيء. الشوط الاول 3 لا شيء. سواريز هدفين وميسي هدف دقيقة 7 دقيقة 13 29. ثم ميسي هدف رابع في الدقيقة 59. لكن الهدف الرابع الكعب اللي اتعمل من جانب النجم الكبير لويس سواريز واللمه اللي لم فيها 2 مدافعين ميسي. ادي ميسي النيمار. شوف الهروب والتحرك والمراوغه واللمسه ويعني فالنسيا. طرد مصطفي في الدقيقة 45 بعد احتساب ركله الجزاء. ادي امامنا هنا انذارين للبارسا، انيستا زي ما قلنا وبيكيه وسفيان فيجولي. انذار في الدقيقة 66 من عمر اللقاء. ماتيو طرد كما نعلم وهو مصطفي. الطرد اللي في اللقاء الشوط الاول بعد ما تعرض ميسي للعرقله من جانب اللاعب مصطفي. 4 لا شيء. ولكن نذكر ان هناك ركله جزاء ضائعه من نيمار في الدقيقه الاولى من الشوط الاول من الوقت بدل الضائع. نيمار يستمر في محاوله الوصول. الارقام القياسيه نتركها جانبا ويهمنا الفوز ويهمنا الالقاب. وبالفعل هي يعني في جيل عظيم. الجيل اللي امامنا هنا هو وتواصل اجيال في البارسا في الفترة الأخيرة وبطولات وألقاب ومتعة. وماتيو فرصة هذا اللقب. فازوا على ختافي في النهائي 2008 7 ألقابهم في مسابقة الكأس. بارسا في 2007 نصف نهائي أمام فريق نادي ختافي كان فاز 5-2 ولكن خسر في مفاجأة كبيرة كان 0-4. كرة على طول عرضية كان في 2006 2007 الكلام. كرة على طول تصل مرة ثانية. محاولة جديدة من جانب اللاعب بوسكيتس. 4 لا شيء. ما زال الإبداع مستمر وما زال الأداء الممتع مستمر وسيرجي روبرتو. لكن الشوط الثاني شفت في العودة تير شتيجن يعني نراه في هذه المباراة يعني وحيدا لم يختبر في هذه المباراة. أليكس فرص كتير قوي ضاعت الشوط الثاني من أردا توران ومن بيكيه ومن ميسي ومن بوسكيتس ومن ماتيو. التسديده اللي انقذها الحارس والهدف الوحيد اللي جه الشوط الثاني عن طريق ميسي الدقيقه 59 لكن بكعب حلو قوي من جانب اللاعب المميز جدا اللاعب لويس سواريز. ضغط قل على لاعبي نادي فالنسيا. شفنا ضغط رائع. شفنا يعني ميسي بيضغط، نيمار بيضغط، سواريز بيضغط، بوسكيتس بيضغط، أردا توران كله بيضغط وبالتالي بيغلطوا لاعبي نادي فالنسيا. ميسي في محاوله جديده ترجع الى سيرجي روبرتو. نيمار لمسه الحلوه. نيمار قال يعملها زي ما عملها امام فيا ريال. واحد من اجمل اهداف الدوري الاسباني هذا الموسم. لما سجل باقتدار نيمار واحد من اجمل الاهداف. سفيان فيجولي باراجان على طول لمسه على طول انطلاقه. نيمار وسواريز وميسي وسانتوس في مواجهه. وادي امامنا هنا سواريز عايز يعديها ولكن كرة تصل. ميسي يضغط مرة ثانية. ميسي يسجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا بعد طرد طبعا مصطفى في الشوط الاول. في اخر الشوط الاول بيلعبوا ب10 لاعبين نادي فالنسيا. سواريز المتعة مستمرة. تشعر ايه يعني احيانا يجي لك تخمة من الاهداف من الكرة لكن لاعبي البارسا دايما عندهم الشهية مفتوحة والرغبة في المزيد. الرغبة عشان كده الكل يترقب، الكل ينتظر هذا الاستعراض، هذا الاكتساح في هذه اللوحة الفنية ويعني العزف الموسيقي الرائع اللي بيقدم النهاردة بقيادة ميسي وبإبداع من لويس سواريز
وبفنيات رائعة ولمسات جميلة من جانب نيمار وباقي أعضاء الفرقة. طبعا الفرقة الممتعة في مباراة اليوم. سواريز ترتد إلى ميسي. خلاص لاعبي فالنسيا خلاص انهاروا. لاعبي فالنسيا بالنتيجة العريضة دي 5-0. فوز عريض، فوز يعني مزعج حتى الآن للاعبي فريق نادي برشلونة في مباراة اليوم، ويقتربوا من الرقم القياسي اللي حققوه من قبل في يعني مرتين. 6-0. ادي امامنا فيدال الى سيرجيو روبرتو لفيدال، والكرة حائرة، والكرة ما زالت تبحث عن نيمار، ولكن ما زالت الكرة بتعاني نيمار. الكرة بتعاني، ويعني طبعا نيمار لم يسجل وتعاني نيمار. 10 دقائق وما زلنا مع المتعة. المتعة مستمرة، لكن المتعة بقى بالتصوير البطيء، بقى فيها بطء عكس بقى السرعة. وادي سواريز عايز يحطها في الدافع السابق لاشبيليا وليفربول وديبور وبلد الوليد، وبيلعب بألوان فالنسيا من عام 2011. كرة على طول من جانب لاعبي فريق نادي البارسا، محاولة من جانب فيدال. المتعة حاضرة، 27 مباراة دون هزيمة، وفريق لا يعرف الانتصارات منذ في الدوري بالتحديد امام سيلتا فيجو، لكن في الكاس تأهل لنصف النهائي ووصل. ولكن بقى القرعة اللي كانت سحبت مساء الجمعة الماضي، وكانت طبعا وضعت البارسا في مواجهة فالنسيا في الذهاب، ولقاء العودة يوم 10 ان شاء الله فبراير في ملعب المستايا غدا، او بقى خلاص بقينا في يوم جديد ان شاء الله. شوف في يوم الخميس اللي ظهرت الساعات الاولى من يوم الخميس، هنشوف بقى مباراة فريق اشبيليا مع سيلتا. 6-6. الكرة لا تحمل، يعني ضغط على المستحوذ الكرة وشكلوا خطورة، استعرضوا المهارات. وادي امامنا اهو التحركات، وسواريز والسابع جاي، السابع جاي تضيع وترتد وفرصة. والمتعة من البارسا فريق ما بيعرفش الرحمة، ما بيعرفش توقف. الشوط الاول كان مثير واداء كبير، لكن اداء صعب. فوز باريحيه كبيره يعطي يعني التفوق للاعبي نادي البارسا. الاسطوره معاه الكره، الاسطوره ومعاه المبدع نيمار. هل يختتم نيمار الاهداف ويستحق انه يسجل نيمار؟ لكن الكره عندك يا نيمار، الكره مش عايزين تماما في اللقاء. وادي امامنا بارترا، هجمه سريعه عن طريق اللاعب اللي بيحاول تسديده من جانب شيرتشيف، ولكن الى خارج الملعب.